عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله وصلي على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا زي الفيديو اللي قلته امبارح أنا إن جمهور الاتحاد جمهور يتحب، وأنا كمشجع أهلاوي شايف إنها هتبقى مباراة تاني جماهير لا خلينا هتبقى مباراة جماهيرية جميلة، يعني هتبقى في مباراة في المدرجات زي ما تقلش عن المباراة اللي تحت. طيب عشان ما نكترش في الكلام، والخطة اللي الأهلي هيلعب بيها بكرة. أول حاجة عاوز أفكر الإخوة بتوع شو اسمه دول الاتحاد بالمباراة اللي كانت قبل سنتين. المباراة كانت قبل سنتين كانت ما بين الأهلي والهلال، كانت نفس الظروف ونفس الحاجات، وكان المباراة اللي لعبها قبل الهلال مع الأهلي كانت أظن مع تشيلسي، كان كسر الدنيا وكان عمل أداء رائع. وكنا خايفين برضو نفس القصة من الاتحاد من الهلال عفوا، لأنه الهلال كان فريق قوي وهو فريق قوي يعني، والأهلي كان نص الفريق مصاب، حتى الشناوي ما كانش يلعب. المهم إنه الأهلي نفخ الهلال ب4، فتقريبا هي نفس الظروف، ولكن تختلف. الاتحاد يعني يمكن يعني ما كانش فيه بنزيما ولا كانش فيه كيتا ولا اسمه ايه ديت اللي في خط النص، ولا الثاني الطويل ده البرازيلي دي، يعني فريق متكامل. ولكن الاتحاد انا شفته الشوط الثاني مع اوكلاند سيتي ما جاش، ولو انه اوكلاند سيتي ده فريق ثاني غير اوكلاند سيتي كان ممكن يتعادل في الشوط الثاني مع الاتحاد. تاني حاجه لعيبه الاتحاد كبيره في السن شويه، وبعدين عندهم بنزيمي لاعب مؤدب، لاعب مش عنيف في اللعب، يعني اللي هو مش زي كريستيانو، يعني هو مهاجم عالمي من احسن المهاجمين في العالم، لكنه مؤدب. نفس الشيء اسمه ايه ده كيتو ولا كيتا ديت اللي في نص الملعب ديت، برضه نفس لاعب محترم كده، لاعب بيلعب بالشوكه والسكينه، جات له مش عارف ايه، يعني لو ضيقت على الاثنين دول خلاص انساهم هم الاثنين. هو البرازيلي ده الطويل ده هو شويه عنيف، مش عارف اسمه ايه، بنسى اسمه دايما، مش عارف هو برازيلي ولا ايه، ارجنتيني ولا ايه، طويل ديت سيلفا ولا مش عارف اسمه ايه. الاهلي طبعا تشكيل الاهلي يكون الشناوي من اليمين للشمال، محمد هاني، ياسر ابراهيم، عبد المنعم لو جاهز، لو مش جاهز يبقى رامي ربيعه طبعا، وعلي معلول. قدامهم 3 اليو ديانج اللي هو في نص الملعب، اليو ديانج شو اسمه ديتي مروان عطيه، ولو جاهز السوليه يبقى اركن شويه اليو ديانج ريحه والعب السوليه ومروان عطيه وامام عاشور. امام عاشور لازم يلعب من الاول. قدام بقى هيلعب بثلاثي برضه، بيرسي تاو يمين جناح يمين، كهرباء جناح شمال، وموديست مهاجم. ايوه موديست مهاجم، اسمعني بس، عشان احنا اول حاجه طبعا ندافع، طبعا خلي موديست قدام ما يعملش، احنا نحاول ندافع شويه. كهرباء يلحق يقدر يدافع، بيرسي تاو يقدر يدافع يلحق، يعني عنده اللياقه يدافع، بحيث نمشي الشوط الاول. الشوط الثاني هيكون الاتحاد انهك شويه لانه لعبته كبيره. انزل لي بقى بحسين الشحات مكان موديست الشوط الثاني على طول في الدقيقه 55 55 انزل حسين الشحات عشان خبرته في كاس العالم، وطلع موديست وخلي كهرباء ايه مهاجم. بعد كده اسحب عمرو السوليه لو كنت لعبته، ونزل اليو ديانج لو ما كانش لعب من الشوط الاول. ده الخيارات زي كده اللي ما اقول لك عليه. بعد كده هتطلع مروان عطيه وتنزل قفشه، برضه التغيير ده مع كهرباء، يعني لما ينزل حسين شحات وينزل قفشه وينزل اليو ديانج الثلاثه في تشكيله في تغييره واحده، اليو ديانج قفشه وحسين الشحات هينزلوا فايقين ومش عارف ايه وتمام، هيظبطوا الدنيا. هتطلع مروان عطيه وهتطلع مودست وهتطلع السوليه لو كان لاعب السوليه، وتلعب طبعا في الشوط الاولاني شويه تميل الى الدفاع حسب مجريات المباراه. مشهد تمام مش عارف ايه، تعادل تمام كده لا كنت مهزوم فبقى انزل هجومي، نزل هجومي كلي كده ما فرقعش. المهم ان شاء الله هنفوز على الاتحاد. هتكون مباراه فيها اهداف كثيره، كمان فيها اهداف من هنا ومن هنا كثيره، ممكن 2-2 ممكن 3-2 للاهلي او للاتحاد، بس ان شاء الله للاهلي ممكن 2-1. المهم هي هتكون فيها اهداف كثير يعني.
وان شاء الله تكون مباراه كويسه. انا خايف، ما انكرش ان انا خايف، لكن ان شاء الله هنفوز. السلام عليكم.